اليوم في دورة ثقف استفدت كثير من الأشياء، منها طريقة التصوير وكيفية كتابة تويتر. طبعا الدورة هذه تعنى بالمحتوى الإبداعي. المحتوى الإبداعي في صحافة الموبايل، وهذا الشيء يعني تعلمنا فيه ومن خلاله أشياء كثيرة. تدوينه، طريقة تدوينه الصحيحة في تويتر، طريقة التصوير، الزوايا الإبداعية في التصوير، كيف أنك تأخذ وتعطي مع الشخص المقابل بطريقة احترافية، وكيف أنك تستطيع أن تدير العالم من خلال جوال. مجال جديد ظهر يعني للصحافة، هذا المجال يعني يحاول اغتنام ما وصلت إليه التكنولوجيا، وبالتالي أصبحت يعني سهولة في نقل الخبر عن طريق الجوال فقط ليس. طيب أقل من كم 30 ثانية يلا. أقام معهد ثقف. جميل. حركة اليد. أقام معهد ثقف دورة بقيادة المدرب أيمن الغامدي في صحافة الموبايل. الحمد لله كسبنا معلومات جميلة من أستاذ ومدربنا أيمن الغامدي. زودنا معلومات من ناحية البرامج، من ناحية صياغة الصور، من ناحية طريقة كتابة التغريدات. السلام عليكم والحمد لله. فكانت أكثر من بوثات، كانت منوعة، فكنا يعني نحاول نوصل بالفيديو دقيقة ونص البوثات باختصار. كيف طريقة توعية الموظف، كيف تجنب العدوى بين الموظفين أو المرضى. كانت دورة مليانة وغنية بالمعلومات، فادتني أنا شخصياً كوني ماسك حساب منشأة في طريقة التغريدات وإيش الأساسيات اللي المفروض ينتبه لها أي صانع محتوى. بعد يومين حافلين بالمطر اكتست فيها الرياض رداء مطريا وحالة مطرية مذهلة. نذهب اليوم في تغطية إلى معهد ثقف، المعهد الذي يشير إليه إصبع الإبداع، في دورة جديدة ومفيدة تهتم بالمحتوى الإبداعي.